السلام عليكم شباب تانية ثانوي دفعة 2026. أهلا بيكم إن شاء الله النهاردة في أول فيديو لينا في شرح منهج الإنجليش للترم الأول بإذن الله كاملا والترم الثاني كذلك إن شاء الله. معاكم مستر خالد أستاذ اللغة الإنجليزية اللي هيكمل معاك السنة كلها إن شاء الله. إن شاء الله النظام بتاعنا هيكون إن إحنا بنشرح الجرامر نفهمه، بعد كده نخش نطبق عليه في الأسئلة بتاعتنا ونشوف الأفكار بتاعة الجرامر بتيجي عاملة إزاي، وبعد كده بننتقل على الكلمات ونقرأ الكلمات ونشوفها ونطلع منها بعض الديريفاتيفز أو اللي هي الحاجات المشتقات من كل كلمة، وبعد كده نخش نحل على الكلمات بتاعتنا. إن شاء الله هيكون الفيديوهات بتاعتنا مصورة من كتاب المعاصر. نبدأ كده بسم الله في أول يونت. اليونت الأول بيتكلم على حاجة كلنا درسناها مع بعض قبل كده، ألا وهي ال present continuous أو اللي هو المضارع المستمر. زي ما انت متعود كل زمن بتدرسه لازم تكون عارف استخدامه، انا امتى هستخدم الزمن ده عشان تعرف تحل الاسئله بتاعته في الامتحان. فزمن ال present continuous او اللي هو المضارع المستمر بيستخدم للتعبير او للكلام عن حاجه بتحصل دلوقتي. اي حاجه بتحصل قدامي دلوقتي وشغاله يبقى انا كده شغال في ال present continuous اللي هو المضارع المستمر. زي مثلا لو انا جاي اكلمك بقول لك انت بتعمل ايه، فانت بتقول لي انا قاعد بذاكر، فانت قاعد بتذاكر دلوقتي، قاعد بتذاكر اثناء ما انا بكلمك، فاذا انت بتتكلم في زمن المضارع المستمر. احنا خرجنا بره المكان فلقينا المطر عماله تمطر، فبقول لك ايه اللي بيحصل، تقول لي الدنيا بتمطر، فالدنيا بتمطر اثناء ما حضرتك بتتكلم، يبقى دوت برضه present continuous مضارع مستمر. يبقى اذا المضارع المستمر من اهم استخداماته ان هو بيعبر عن رقم واحد كده حاجه مالها بتحصل دلوقتي. اي حاجه بتحصل دلوقتي قدام عينيا يبقى انا كده مضارع مستمر. طب ازاي بكونه؟ ازاي اعمل جمله المضارع المستمر؟ ده كده اول استخدام للمضارع المستمر، وهناخد الاستخدام الثاني كمان شويه. عشان اكون الجمله بتاعت البريزنت continuous المضارع المستمر فانا عندي نوعين من الجمل. في عندي جمله اسمها جمله active، وكلمه active يعني معلومه، جمله معلومه. وكلمة جملة معلومة يعني جملة معروفة الفاعل، الفاعل ببدأ بيه. فدايما الجملة الأكتف هتبدأ بالسبجكت الفاعل بتاعنا، وبعد الفاعل بقوم جايب verb to be اللي هو يا am يا is يا are، طبعا على حسب الفاعل دوت. فالفاعل ده لو كان I ياخد am، لو كان مفرد أو he أو she أو it ياخد is، ولو كان جمع ياخد ال are، أو طبعا لو كان الضمير we أو you أو they. طب انا حبيت انفي الجمله ديت، فبدل الام يبقى اسمها am not، بدل الاز يبقى اسمها isn't، وبدل الار يبقى اسمها aren't. يبقى انت كده نفيتها. وبعد الام والاز والار سواء كانت مثبته او كانت منفيه بتقوم جايب الفعل الاساسي بتاعك، والفعل دوت يكون gerund يعني فعل مضاف له ing. فانا لو عايز اقول لك انا بذاكر دلوقتي فاقوم قايل لك كده I am studying، I'm studying now، أنا بذاكر دلوقتي I'm studying now. يبقى أنت كده عملت جملة present continuous مضارع مستمر، وعرفنا إن هي مضارع مستمر بسبب وجود كلمة now. يبقى إذا الأكشن دوت أو الفعل دوت الحدث دوت بيحصل دلوقتي، بيحصل أثناء ما أنا بتكلم، فلذلك اشتغلنا بيها present continuous مضارع مستمر. طيب يا مستر هل في بعض الكيوردز الدالة على المضارع المستمر؟ في عندي شوية كلمات كده مهمة بتعرفنا أو بتسهل علينا وبتعرفنا إن إحنا مضارع مستمر. زي مثلا كلمة اسمها listen يعني استمع، وطبعا ديت لو جات لك فهي هتعرفك إنك مضارع مستمر، لأن أنا لما أجي أقول لك come listen استمع، فبقول لك استمع على حاجة، الحاجة ديت مالها بتحصل دلوقتي، لذلك أنا بندهلك وبقول لك استمع إليها، والحاجة ديت هتستمر فترة وهتنتهي، فلذلك هي مضارع مستمر. زي كذلك كلمة look انظر، نفس الكلام، أنا بندهلك إنك أنت تشوف حاجة والحاجة ديت هتستمر فترة وهتنتهي. يبقى listen أو look أو كلمة now أشهر كلمة فيهم، أو كلمة at the moment في هذه اللحظة،
أو today. يبقى أنا عندي كده listen, look, now, moment, today. وبعد كده في عندنا بعض الكلمات التانية زي كلمة مثلا watch out، احترس إن في حاجة هتحصل. وكلمة زي كلمة be quiet. be quiet يعني كن هادئا. دي كده الكلمات المهمة بتاعتنا. أي كلمة من دول بتشوفها في الجملة دماغك بتترجم على طول خلاص إن أنا كده present continuous مضارع مستمر. طب أنا لو حبيت أنفي الجملة ديت يا مستر أنفيها إزاي؟ بدل ما أنا بقول لك I am studying now أو ما قايل لك كده I'm not، أنا لست. I'm not studying now، أنا لست أذاكر الآن. أنا مش بذاكر دلوقتي. I'm not studying now. يبقى أنا كده نفيت الجملة بتاعتي. ده كده بالنسبة لي إزاي بكون جملة معلومة في الشكل الأفيرماتيف المثبت وفي الشكل النيجاتيف المنفي. طيب ما تيجي نحول الجملة بتاعتنا ديت لجملة يا مستر يكون نوعها passive. وكلمة جملة passive يعني جملة إيه؟ مجهولة. وعشان أقول لك إن الجملة ديت جملة مجهولة يعني دي جملة غير معلومة الفاعل، أو جملة مش بتبدأ بمين؟ مش بتبدأ بالسبجكت. مين السبجكت ده يا مستر؟ السبجكت ده اللي هو الفاعل. طب الجملة المجهولة هتبدأ بمين؟ الجملة المجهولة هتبدأ بالأوبجكت. يعني إيه أوبجكت يا مستر؟ أوبجكت يعني مفعول به. طيب بعد الأوبجكت هتقوم جايب برضه verb to be اللي هو يا مين يا مين يا مين؟ يا am يا is يا are، في حالة إن هو كانت جملة affirmative مثبتة، أو يبقى اسمها am not أو isn't أو aren't. ده لو أنت حبيت إن أنت تخليها جملة منفية. طب كده إيه الفارق ما بين الجملة المعلومة والجملة المجهولة؟ أول فرق عندنا إن الجملة المعلومة بادئة بالفاعل، والفرق هنا إن الجملة المجهولة بادئة بالمفعول. طيب بعد الام والاز والار هنا في الجملة المعلومة جالي فعل ing، ولكن هنا الام والاز والار هتجيلنا معاهم كلمة مهمة جدا اسمها being، وبعد being الفعل بتاعك اللي كان ing هناك هنا هتقوم منزله لنا فعل past participle يعني فعل في التصريف الكام؟ فعل في التصريف الثالث. فأنا مثلا لو كنت بقول لك I am playing now أو I am playing tennis now، أنا بلعب التنس دلوقتي. أدي جملة سهلة هيت I am playing، أنا بلعب إيه؟ I am playing tennis، أنا بلعب التنس. I am playing tennis now، أنا بلعب التنس الآن. فلو أنت جيت بصيت للجملة ديت هتلاقي أدي الفعل بتاعنا اللي هو الام ومعاه playing أو ing لأن الجملة دي مضارع مستمر. هتلاقي الضمير I ده السبجكت، وهتلاقي التنس ده الأوبجكت المفعول به. طب يا مستر أنا عايز أخلي الجملة ديت جملة مجهولة. إزاي أخليها جملة مجهولة؟ عن طريق إنك أنت هتبدأ بالأوبجكت اللي هو التنس. طب أنا بحولها لجملة مجهولة هقوم بادئ بالتنس. طيب بعد التنس ده مفرد فهياخد مين؟ ياخد is. أقول لك تنس is. هل ينفع أنزل playing أقول لك تنس is playing؟ أنا لو قلت تنس is playing ده معناه إن التنس بيلعب، التنس هو اللي بيلعب. طب أنا عايز أخليها إيه؟ التنس يلعب، أنا عايز أحولها لجملة مجهولة. أقول لك تنس is being، أو حاطط being دي ثابتة معايا، تنس is being بعد كده كلمة playing ing ديت هقوم منزلها وأضيف لها ed يعني هحولها فعل في التصريف الكام؟ التالت. فهو قايل لك كده تنس is being played، تنس is being played by me بواسطتي. بعد كده الكلمة الدالة بتاعتنا اللي هي now. بقول لك تنس is being played by me now، التنس بيلعب بواسطتي الآن. ده كده لو أنا حولت الجملة من active من جملة معلومة لجملة passive جملة مجهولة. اوعى تنسى إن إحنا في كلتا الحالتين إحنا شغالين هنا ب verb to be سواء كان مثبت أو منفي، وهنا كذلك شغالين ب verb to be سواء كان مثبت أو منفي. بس الفرق إن هنا بعد verb to be الفعل الأساسي بجيبه ing، ولكن هنا verb to be بجيب كلمة being وبعد being بجيب التصريف الثالث. ده كده بالنسبة لي present continuous المضارع المستمر في حالة المعلوم. طيب أهم حاجة ودي ملحوظة مهمة جدا إن الفعل اللي هيكون في المضارع المستمر لابد أن يكون له فترة. لابد أن يكون للفعل فترة. وإيه يا مستر الفترة ديت؟ يعني فترة وينتهي.
لازم الفعل ياخد فترة وينتهي، يعني ما هوّاش فعل شغال كده على طول. زي إيه يا مستر؟ عايزين نفهم أكتر. لو أنا جيت قُلت لك الفعل play اللي هو يلعب، الفعل play يلعب دوّة أنا بالعب الكورة، أنت بالمنطق بالlogic كده، الفعل يلعب دوّة هل أنت هتفضل تلعب طول حياتك، هتفضل في الaction دوّة طول حياتك مش عارف الend point؟ لا يا مستر أنا عارف الend point، عارف نقطة النهاية حتى لو ما ذكرتهاش، ولكن الفعل ذات نفسه هيبقى ليه نقطة نهاية في الإيه؟ في المستقبل، يبقى الفعل أنا باعمله دلوقتي قدّام عينيك أهوّة، ولكن الفعل اللي أنا باعمله قدّام عينيك هيستمر فترة وبعد كده إيه اللي هيحصل؟ هينتهي، هيُقف، زي اللعب مثلًا، فآجي أقول لك كده أنا بالعب كورة دلوقتي، فخلاص أنا أفهم إنك أنت بتلعب دلوقتي ولكن أنت هتستمر فترة من الزمن وبعد كده إيه اللي هيحصل؟ هتوقّف فعل هذا الaction أو هذا الفعل اللي أنت بتعمله، هتلعب ساعة، ساعتين، 3 ساعات ولكن بعد كده هييجي وقت وإيه اللي هيحصل؟ الفعل ده هينتهي، هيخلص، هياخد فترة ويخلص. لذلك هنا بنقول إن الأفعال اللي بيكون ليها فترة وهتخلص اسمها أفعال dynamic. يبقى أنا في عندي حاجة اسمها dynamic verbs أفعال متحركة، أو الشرح بتاعها هي أفعال لها فترة، أي فعل بياخد فترة يقدر إن هو ياخد فترة يستمر فترة من الزمن وينتهي، يبقى إذًا دوّة فعل dynamic، وطالما فعل dynamic يبقى أكيد هاقدر أشتغل بيه في الpresent إيه continuous مضارع مستمر. طيب هي أصلًا الأفعال ليها أنواع؟ يا مستر الأفعال ليها أنواع. إيه أنواع الأفعال؟ أدي الverbs بتاعتنا دي ملحوظة مهمة جدًا لازم تكتبها معايا، الverbs دي اللي هي الأفعال. إيه أنواع الأفعال يا مستر؟ الأفعال مقسومة لنوعين. في عندي حاجة اسمها stative verbs أو اللي هي أفعال السكون. وفي عندي اللي هي الdynamic verbs اللي إحنا لسه متكلمين عليها. والdynamic verbs ديّة اللي هي أفعال الحركة. إيه يا مستر الكلام ده؟ أفعال الديناميك خلاص عرفنا إن ديّة بيكون ليها duration. يعني إيه duration؟ duration يعني فترة، فترة وتخلص، فترة وتنتهي. زي مين مثلًا؟ زي الأفعال اللي كلنا حافظينها، زي مثلًا play يلعب، زي watch يشاهد، زي مثلًا الفعل study اللي إحنا لسه واخدينه اللي معناه يذاكر، إلى آخره من الأفعال بتاعتنا. يبقى أي فعل بيقبل إن هو يبقى فيه فترة يبقى ده اسمه dynamic verbs. طب أفعال الstative ديّة لا تقبل إن يكون فيها فترة، فهنا كده بنقول عليها no duration، ما ينفعش تاخد فترة، ما ينفعش أنا أذكرها بفترة، يعني ما ينفعش آجي أقول لك إن هي ساعتين وتخلص، 3 ساعات وتنتهي، ما ينفعش أديها فترة. زي إيه بقى الأفعال اللي هي الstative verbs ديّة أو الأفعال اللي هي ما بتقبلش الفترة؟ زي مثلًا أفعال الشعور الfeelings. زي إيه أفعال الشعور ديّة؟ زي مثلًا الفعل اللي اسمه love يحب، أو الفعل اللي اسمه مثلًا hate يكره. كل أفعال الشعور ديّة ما ينفعش إن هي تقبل الing، ما ينفعش تاخد الing. عندي مثلًا أفعال تانية بنحفظها زي مثلًا الفعل have الامتلاك يمتلك. عندي مثلًا الفعل زي الفعل think اللي معناها يعتقد. زي مثلًا الفعل believe اللي معناه يؤمن بشيء. عندنا مثلًا من ضمن الأفعال اللي ما ينفعش تاخد الing زي أفعال الحواس. إيه أفعال الحواس ديّة؟ زي مثلًا taste اللي معناها يتذوق، smell إلى آخره من الأفعال ديّة، دي هننزلها لك وهتتحفظ زي ما هي. طب يا مستر بالمنطق كده أنا في عندي أفعال اسمها stative verbs أفعال سكون لا تقبل الفترة، وفي عندي dynamic verbs أفعال الحركة اللي بتقبل الفترة اللي هي ممكن تاخد فترة وتنتهي. يبقى مين فيهم ينفع يجي في ال present continuous المضارع المستمر؟ بالمنطق كده أكيد الأفعال الديناميك اللي هي أفعال الحركة. يبقى أفعال الديناميك ديّة كده تأتي في ال present المضارع present إيه؟ present continuous مضارع مستمر.
طيب الأفعال الاستاتيف اللي فوق اللي إحنا قلنا إن هي ما ينفعش تقبل الفترة، فبالتالي الأفعال ديّة ما فيهاش فترة فما ينفعش تيجي في المضارع المستمر. طب أفعال الاستاتيف ديّة هتيجي في إيه؟ دي هتيجي في زمن الpresent simple، الpresent simple المضارع البسيط. طب إيه الpresent simple ده؟ شكله عامل إزاي الpresent simple؟ الpresent simple دوّة اللي هو عبارة عن حاجة من الاتنين، أدي كده present simple مضارع بسيط. الpresent simple ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن إما إن هو فعل في المصدر، فعل بدون أي إضافات، فعل infinitive أهوّة ما فيهوش أي حاجة خالص، أو إن هو يكون فعل يكون مصدر ولازق له اسم infinitive ولكن plus اس. طبعًا أنت كبير وعارف وده كلام في الخايب إن المصدر اللي معاه اس بيجي مع الهي والشي والإت وأي اسم مفرد، ولكن المصدر فقط بيجي مع الI والوي واليو والthey وأي اسم جمع. ده كده بالنسبة للتقسيمة. فما ينفعش أجي أقول لك أنا I am loving my dad. I am loving my dad غلط، لأن أنت لو حطيت لي love ing في الجملة اللي أنا لسه قايلها وجيت قلت لك I'm loving my dad، ده معناه إن أنا بحبه لفترة معينة، وإيه اللي هيحصل؟ هينتهي هذا الحب وده مش منطقي. فساعتها قام قايل لك إيه؟ قام قايل لك كده I love my dad. I love my dad، أنا بحب والدي، بحب باباي. I love my dad. يبقى أنا كده اشتغلت بيها كإيه؟ كpresent simple مضارع بسيط. طب عايز أقول لك هو بيؤمن بالإسلام، فما ينفعش أقول لك he is believing in Islam غلط. أمال أقولها إزاي؟ he believes هو يؤمن بهذا الشيء. he believes أحط لها اس بسبب إن هو معانا الضمير هي فاشتغل بيها مضارع إيه؟ مضارع بسيط. طيب يا مستر هل ده معناه إن كل أفعال الستاتيف الأفعال السكون ديت مش هتقبل اي ان جي خالص؟ الإجابة لأ. هو لو المعنى اتغير هتقبل الاي ان جي عادي جدا مفيش مشكلة. يعني مثلا فعل love معناه يحب، لو جيب معنى يحب في الجملة ما ينفعش تديله اي ان جي. ليه؟ لأن ده معناه إن أنت بتحب الشخص دوت لفترة معينة والحب ده هينتهي وده مش منطقي. ولكن لو ضفت له اي ان جي لوحده كده وبستخدمها كجملة تانية كنون كاسم هيقبل الاي ان جي. يعني عايز اقول لك الحب ذات نفسه فيبقى اسمها ايه؟ loving. loving is good، الحب جميل. ف loving كده اتحولت من verb لنون لاسم، دي جملة تانية خالص. طب في عندي مثلا الفعل have معناه يمتلك. هو معناه يمتلك، لو جيب معنى يمتلك ما ياخدش ing يشتغل كpresent present simple. فيجي يقول لك كده I have أنا أمتلك أنا عندي I have a car أنا عندي سيارة. يبقى هنا have جاية بمعنى إيه؟ جاية بمعنى يمتلك صح كده؟ وجاية بما إن هي جاية بمعنى يمتلك يبقى ما ينفعش ياخد الإيه؟ الاي ان جي. يعني في الجملة ديت ما ينفعش أقول لك كده I am having a car أنا أمتلك سيارة بالمنظر ده كده غلط، ما ينفعش. ليه؟ لأن have هنا بمعنى يمتلك والامتلاك لا يأخذ إيه؟ لا يأخذ الاي ان جي. طيب لو جت have بمعنى يأكل أو يشرب، لأن have ليها معنى تاني. have بتساوي كلمة eat اللي معناها يأكل وبتساوي كلمة drink اللي معناها يشرب. لو have جت بالمعنيين دول ساعتها تقبل الاي ان جي. يبقى إذا have لو جت بمعنى يأكل أو جت بمعنى يشرب يبقى كده المعنى بتاعها اتغير، يبقى ديت هتقبل إن هي تاخد إيه؟ هتقبل إن هي تاخد اي ان جي. فلو عايز أقول لك أنا بتناول الفطار الآن فساعتها أقول لك كده I am having تبقى صح وقتها I am having my breakfast now أنا باخد الفطار بتاعي دلوقتي my breakfast now كده صح. ليه يا مستر كده صح؟ ليه اديت have اي ان جي؟ لان يا ابني معناها اتغير. هو لو كان معناها يمتلك لا تقبل الاي ان جي، ولكن لو معناها eat او معناها drink تاخد الاي ان جي مفيش مشكله لان المعنى بتاعها متغير. طيب ايه كذلك؟ عندي مثلا الفعل think معناها يعتقد او يؤمن بشيء، ولكن think بتيجي بمعنى حاجه تاني. think كده معناها يعتقد وتيجي بمعنى ايه؟ بفكر في حاجه. لو think جه معناها يعتقد أنا بعتقد في هذا الشيء، ده اعتقادي أنا، ده حاجة داخلية، ده الاعتقاد بتاعي، يبقى إذا ما ينفعش تاخد الاي ان جي. يبقى لو جت بمعنى يعتقد لا تأخذ الاي ان جي.
ولكن لو جت بمعنى يفكر في حاجة، أنا بفكر في حل المشكلة، فأنا بفكر في الحاجة ديت لفترة وبعد كده هوقف تفكير وهقوم أفكر في حاجة تانية. فلو جت بمعنى يفكر يبقى تقبل الاي ان جي، تاخد الاي ان جي عادي جدا. فأنا لو عايز أقول لك أنا أعتقد إن مثلا السباحة جيدة، فده اعتقادي، فما ينفعش أقول لك I am thinking أنا بعتقد swimming is good، ولكن أقولها كده I think أنا بعتقد I think swimming is good، السباحة جيدة. ولكن لو جيت قلت لك أنا بفكر في حل المشكلة دلوقتي، أقول لك I am thinking أنا بفكر، يبقى أنا فوق هنا كده كان معناها أنا بعتقد أنا بؤمن بهذا الشيء، ولكن تحت هنا معناها أنا بفكر في حاجة وهوقف تفكير بعديها. ده كده بالنسبة لي بعض الأفعال اللي هي الستاتيف فيربس، اللي هي أفعال السكون ديت ممكن تاخد اي ان جي، ولكن لو أخدت اي ان جي المعنى مختلف تماما. احنا بنتكلم هي مش هتاخد الاي ان جي لو كانت بالمعنى الأساسي بتاعها، اللي هو المعنى اللي احنا قلنا عليه إن هي تكون مثلا بتعبر عن الشعور، بتعبر عن الامتلاك، بتعبر عن الاعتقاد والإيمان. كل الحاجات ديت لا تقبل الاي ان جي. عشان توفر على نفسك وتوفر الدنيا عليك وفي الفهم بتاع الجرامر، انت شوف الفعل دوت يقبل ان هو ياخد فتره ولا لا. والله لو قبل ان هو ياخد فتره، يعني قبل ان انا اقول ان انا هعمله لمده ساعه ساعتين وبعد كده افصل واسيبه، يبقى ده ياخد اي ان جي. لو ما قبلش القاعده ديت، ما قبلش ان هو ياخد ساعه ساعتين وافصل واسيبه، يبقى ما ينفعش ياخد اي ان جي. زي مثلا believe اللي معناها يؤمن، انا ما ينفعش ان انا اؤمن بحاجه لمده ساعتين واسيبها، مش منطقي. ما ينفعش اقول لك كده انا مؤمن بالاسلام لمده ساعتين ولكن بعد الساعتين انا خلاص مش مؤمن بالاسلام، مش منطقي. فاذا believe لو جت بمعنى الايمان، يؤمن بهذا الشيء، فلا تقبل الاي ان جي يا مستر، لان هي كده او كده مش هتقبل ان هي تاخد فتره. ولكن لو الفعل يقبل ان هو ياخد فتره، زي مثلا الفعل واتش يشاهد، اجي اقول لك كده انا هشاهد الحاجه ديت لمده ساعتين، تصدق تقبل يا مستر ان هي تاخد فتره. طالما هتقبل ان هي تاخد فتره، يبقى اذا ديت فعل ياخد اي ان جي على طول. يبقى اي حاجه تاخد فتره تاخد اي ان جي، اي حاجه ما تقبلش الفتره يبقى ديت مش هتاخد الاي ان جي، وهتشتغل بالبريزنت سمبل المضارع البسيط اللي هو يا مصدر يا مصدر مع اس. تعالى ننطلق للاستخدام التاني. انا كنت قلت لك ان البريزنت كونتينوس المضارع المستمر ليه استخدامين، صح كده؟ قلنا الاستخدام الاولاني هو بيعبر عن حاجه بتحصل دلوقتي في وقت الكلام، والحاجه ديت هتستمر فتره وهتنتهي. تاني استخدام للبريزنت كونتينوس المضارع المستمر ان هي ممكن تستخدم في التعبير عن حاجه مرتب لها، حاجة تم الترتيب لها، حاجة مرتب لها وهتحصل في المستقبل. يبقى أنا ممكن أستخدمه للتعبير عن المستقبل، بس مش أي مستقبل، بيستخدم للتعبير عن حاجة تم الترتيب لها وهتحصل فين؟ هتحصل في المستقبل. زي مثلا لو أنا جيت قلت لك أنا مرتب دنيتي كلها إن أنا هسافر بكرة إن شاء الله، فأنت جيت كده لقيت معايا اللاجج اللي هي الشنط بتاعتي، معايا التيكت بتاع الطيران، معايا الإقامة، بتقول لي أنت هتعمل إيه؟ أقول لك والله ده أنا مرتب بقالي شهر وأنا هسافر خلاص. فأنا كده حاجة خلاص تم الترتيب لها، وطالما تم الترتيب لها وهتحصل في المستقبل، وأهم حاجة إن هي تحصل في المستقبل بين قوسين كده القريب، حاجة خلاص هتحصل دلوقتي في فترة قصيرة جدا، يبقى أنت شغال في البريزنت إيه؟ في البريزنت كونتينوس المضارع المستمر. يجي واحد تاني يقول لي يا مستر أنا كنت دارس زمان الجوينج تو، وكنا بنقول إن الجوينج تو اللي معناها سوف كانت بتيجي للتعبير عن المستقبل، عن حاجة أنا برتب لها مخطط لها. فنيجي نقول لك ممتاز، الجوينج تو شبه البريزنت كونتينوس قوي، ولكن الفرق إن الجوينج تو ديت أنا برتب لحاجة، والحاجة ديت أنا لسه ما خدتش خطوات فيها. فلو أنا وأنت مثلا بناخد خط كده زمني أهوت، تخيل معايا كده إن أنا وأنت ده الخط بتاع الفيوتشر المستقبل، أنا وأنت واقفين هنا. هل انت جهزت حاجه؟ لا يا مستر ده انا لسه في البدايه اهو، بس انا ايه؟ مخطط، دي البلان بتاعتي. يعني ايه بلان؟ خطه. هي دي البلان بتاعتي اللي انا همشي عليها، دي الخطه بتاعتي، تمام؟ ولكن انا لسه في البدايه، انا هنا لا عملت حاجه ولا اي شيء، مش مجهز شيء لسه، بس انا حاطط خطه لنفسي
ان انا في النهايه خالص، بص كده في النهايه خالص هسافر مثلا، انا هنا كده هسافر في ترافل اهو، سفر في الاخر خالص، فده نهايه الخطه ان احنا ايه هنسافر. بس انت هنا في البدايه، طالما انت في البدايه يبقى انت كده في خانه الجوينج تو. تاني كده، يبقى انا لو في بدايه الخطه بتاعتي يبقى انا في الجوينج تو. فتيجي تقول لي ايه؟ تقول لي it's my plan، دي الخطه بتاعتي. I am going to. I am going to، انا سوف. I am going to travel، انا سوف اسافر. But ولكن I don't have tickets، مش معايا التذاكر. I don't have my luggage. ليه؟ لأن أنا هسافر لسه next month، الشهر الجاي. I am going to travel next month. It's my plan. أهم حاجة It's my plan، دي الخطة بتاعتي. طيب ال present continuous أنت هنا في النهاية بقى، أنت واقف هنا. يعني فاضل لك خطوة وتعمل الحدث بتاعك. يبقى هي نفس، انا ماشي في الخطه اهوت، بس انا لو في نهايه الخطه يبقى انا كده في البريزنت كونتينوس، لو انا لسه في البدايه يبقى انا كده جوينج تو. يبقى انا هنا كده ده البريزنت كونتينوس، المضارع المستمر، بيعبر عن حدث تم الترتيب له وجاهز خلاص، جاهز. اهم حاجه ان هو جاهز. فساعتها تقول لي ايه؟ I have my tickets، انا معايا تذاكري، and I have my luggage، ومعايا الشنط بتاعتي. So I am traveling. I am traveling، أنا سوف أسافر. I am traveling إمتى بقى؟ tomorrow، غدا، مش next month بقى ولا حاجة. I am traveling tomorrow. I have my tickets. I have my luggage. وعامل كل دنيتي، أنا جاهز. تمام؟ جاهز إن أنا أسافر. فالاتنين حاجة واحدة، الاتنين شبه بعض جدا. الجوينج تو والبريزنت كونتينوس الاتنين بيعبروا عن حاجة هتحصل في المستقبل، لها خطة وتم الترتيب لها، ولكن الفرق إن الجوينج تو أنت مش مستعد، البريزنت كونتينوس أنت مستعد. ده كده بالنسبه لي الاستخدام الثاني بتاع البريزنت كونتينوس، المضارع المستمر. يبقى احنا كده خلصنا الجرامر بتاعنا كله. تعال نشوف مع بعض الاسئله اللي هنطبقها على الشرح بتاعنا. هنرجع تاني للكلمات ديت قدام شويه بعد ما نخلص الحل اللي على الجرامر. نبدا بسم الله. اول سؤال، السؤال الاول بيقول لنا استاذ شادي، دي بس كده اظبط لكم الخط. نرجع تاني. شادي not his blog in his room at the moment. الواد شادي قاعد بيكتب البلوج دلوقتي at the moment، فيبقى شادي is writing. تالت اختيار، كلام سهل وجميل. They can't go shopping at the moment. مش هيقدروا يروحوا التسوق دلوقتي. ليه؟ لأن الدنيا بتمطر بشكل جديد. يبقى الدنيا بتمطر امتى؟ دلوقتي. تمام؟ So it is raining. It's raining. It's raining. الدنيا بتمطر. The film، الفيلم، الفيلم ده فاعل ولا مفعول؟ الفيلم ده مفعول، لأن هو الفيلم هو اللي هيتفرج ولا هو اللي هيتم الفرجة عليه؟ هو اللي هيتم الفرجة عليه. فهاجي أقول لك كده the film is being watched، يتم الفرجة عليه. اللي بعديها look، انظر. طالما بقول لك look اهوت يبقى في حاجة بتحصل دلوقتي. The car not towards us quickly، العربية جاية تجاهنا بسرعة جدا. The car is coming، letter C. اللي بعديها don't make noise، اوعى تعمل دوشة. The baby، الطفل not at the moment، الطفل نايم دلوقتي. فيبقى the baby is sleeping. تاني واحدة we have made all our arrangements، احنا عملنا كل ترتيباتنا، كل الايه؟ الترتيبات اهي، يعني احنا جاهزين ان احنا خلاص نتحرك، احنا عملنا كل الترتيبات. We not the holiday in Alex، احنا هنقضي اجازتنا فين؟ في اسكندريه. يبقى we are spending. تاني اختيار. اللي بعديها some friends are not by علي to come، بعض الاصدقاء تم عزومتهم بواسطه علي. يعني دلوقتي مين الفاعل؟ الواد علي. طب والاصدقاء دول المفعول به، فاجي اقول لك كده some friends are being called letter C. اللي بعديها I not behind the camera you can't see me this is not a selfie. فبيقول له هنا كده أنا واقف ورا الكاميرا فأنت مش هتشوفني، ديت صورة سيلفي. فيبقى إيه؟ I'm standing letter D. اللي بعديها I can't play this game، مش هقدر ألعب اللعبة ديت with you، معاك
as I not for my next exam. أنا قاعد عمال أراجع للامتحان بتاعي. يبقى I am revising. letter D. اللي بعديها. We can't enter the hall. مش هنقدر نخش القاعة because it not now. لأن القاعة بيتم دهنها الآن. يبقى it is being painted. It is being painted بيتم دهنها. بيتم تلوينها. اللي بعديها. These days في هذه الأيام most people معظم الناس not emails instead of writing letters. معظم الناس بيستخدموا الإيميلات بدل الخطابات. يبقى most people are using emails. letter C. اللي بعده. I'm sick of Mona and Riham. They don't get on well. They not. أنا تعبت من البت منى والبت ريهام. هم مش بيتفقوا مع بعض. هم دايما بيتخانقوا مع بعض. يبقى they are always disputing. letter C. اللي بعده. طبعا انت عارف ان هنا الكي فوكاب ديت زي always او usually او sometimes بتيجي بعد verb to be. يعني verb to be يجي قبلها. تمام؟ يعني مثلا ما ينفعش اقول لك كده always are. غلط. 13. I not my sunglasses today because the sun is very strong. أنا لابس نظارة الشمس النهاردة عشان الدنيا شمس أو الشمس قوية. فيبقى I'm wearing. letter A. 14. Not with us tonight. بيقولوا كده هل أنت جاي لنا النهاردة؟ فتبقى أو هو جاي لنا النهاردة يبقى is he coming with us tonight. Why not doing your homework? What a lazy boy. هو هنا بيقول له why. ده سؤال. فطالما سؤال يبقى أكيد لازم أجيب verb to be الأول. من verb to be بتاعنا اللي هي ال are. بعد كده الضمير اللي هو ال you. Why are you doing your homework? بس هو بيسأله معلش. بيقول له أنت ليه ما عملتش الواجب بتاعك؟ أنت شخص كسول. فأنا بنفيها يبقى why aren't you doing your homework؟ لماذا لم تفعل الواجب الخاص بك؟ اللي بعديها أحمد you not me when I speak. أنت دايما بتشتتني. stop it please it is so irritating. وقف اللي أنت بتعمله دوت. ده حاجة irritating مزعجة. يبقى you are always interrupting me. letter D. اللي بعديها. no one of us مفيش حد فينا not a bike بيركب عجلة. you can't ride a bike in this field. مش تقدر إن أنت تركب العجلة في الفيلد في الحقل دوت. يبقى no one of us is riding a bike. is riding a bike. letter B. اللي بعديها طبعا no one ديت بتعامل معاملة مين؟ المفرد. فأكيد هتاخد مين؟ هتاخد الاسم. nobody ولا حد خالص. not they aren't in a hurry. يبقى nobody is running. مفيش حد بيجري. يبقى أكيد الناس ديت مش على عجلة. يعني مش مستعجلين. تمام؟ ده كده بالنسبة لي الجزء بتاع الجرامر. تعال ناخد الكام سؤال بتوع السبيشال كيسز وبعد كده هنسيب لك بقية الأسئلة homework. We not on grammar at the English class tomorrow. بص كده في الانجليش كلاس tomorrow بكرة. يبقى احنا هيتم اختبارنا في الجرامر بكرة. خلاص حاجة هتحصل بكرة. يبقى we are testing. We have been tested on grammar at the English class tomorrow. الوحيدة المبنية للمجهول. we are being tested. we are being tested يعني هيتم اختبارنا. ليه؟ لأن الوي هنا في حالة مين؟ في حالة الأوبجكت. لأن مش احنا اللي هنختبر. احنا اللي هيتم اختبارنا. فتبقى we are being tested. اللي بعديها منى نقط the same mistakes that is really annoying. البت منى دايما بتعمل نفس الخطأ. ده شيء مزعج جدا. يبقى منى is always making the same mistake. اللي بعديها what a nuisance. you not me of bad intentions. ف you are always accusing me. letter E. انت دايما بتتهمني bad intentions. اللي بعديها my uncle not as an engineer. عمي شغال كمهندس. it's his permanent job. ديت وظيفته الدائمة. دي وظيفة دائمة. كلمة permanent يعني دائم. فطالما وظيفة دائمة يعني غير قابلة للفترة. وطالما غير قابلة للفترة يبقى كده أنا هشتغل بيها present إيه؟ present simple. يعني إيه present simple يا مستر؟ يعني فعل infinitive أو infinitive plus إيه؟ infinitive plus is. فأقوم رايح كده أقول لك my uncle دوت أكنه he. فطالما my uncle أكنه he يبقى كده هياخد infinitive plus is فتبقى works آخر اختيار. بقول لك my uncle works as an engineer. it's his permanent job. ديت وظيفته الدائمة.
تعال نشوف جزء الكلمات بتاعتنا. ده كده بالنسبة للجرامر اللي احنا شرحناه. اعتقد الجرامر سهل مفيهوش اي مشاكل، محتاج منك بس تراجع عليه مرة كمان، تحل عليه كتير، تفهم افكاره، ويعتبر ان انت اتعرضت لكل الافكار اصلا سهلة مفيهاش اي مشاكل. بس ذاكر الجرامر تاني، ودايما خدها قاعدة ان مفيش حد بيفهم فقط ومفيش حد بيحفظ فقط. حضرتك بعد ما فهمت ابدأ احفظ، الاتنين لازم يكونوا ماشيين مع بعض. عايز تمشي صح في الثانوية امشي بالثلاث خطوات دول: افهم، احفظ، طبق. لازم تمشيها بنفس الترتيب، ما ينفعش اعكس، يعني ما ينفعش اجي احفظ بعد كده افهم، مش هتيجي. فانت افهم الاول وافهم الدنيا، بعد كده احفظ الحاجات اللي انت فهمتها، بعد كده روح طبق على اللي انت فهمته وحفظته. فلازم تمشي بنفس الخطوات ديت في اي حاجه، في اي حاجه بتتعرض لها: افهم، احفظ، اطبق. تعال نشوف الجزء الكلمات بتاعنا. أول كلمة عندنا كلمة اسمها cooperation اللي هو التعاون. double يتضاعف. expand يتوسع أو يمدد، زي مثلا شبكة المترو. شبكة المترو دلوقتي حصل فيها expand، يعني بدأت إن هي تتوسع. ليه؟ بدأ يبقى في خط مترو أول وتاني وتالت ورابع وخامس، بقى في توسع في خطوط المترو. funding ده التمويل، والمقصود بيه الفلوس اللي أنت بتاخدها علشان تعمل مشروع معين مثلا، فده الفاندنج، ده التمويل. جيت واي معناها بوابه او مدخل. هايبريد معناها هجين او مختلط زي العربيات. في حاجه اسمها هايبريد كارز اللي هي العربيات الهجين اللي هي بتمشي بالبنزين وبتمشي بالكهرباء. اللي بعديها infrastructure. كلمه infrastructure معناها بنيه تحتيه، والمقصود بالبنيه التحتيه اللي هي شبكه الطرق والمستوى المعيشي بتاع البلد. كل ديت خاصه بالانفراستراكشر بتاعه البلد. زي ما حصل دلوقتي حاليا، الطرق خلاص اتعدلت، الطرق بقت احسن، دلوقتي بقى في كباري تقدر توصل الدنيا كلها ببعضها. فاذا ديت الانفراستراكشر بتاعه البلد او البنيه التحتيه بتاعه البلد. اللي بعدها انتجريشن يعني تعاون او اندماج او تكامل، الاثنين مع بعض يعني. limitation يعني الحد او العائق. manufactured يعني حاجه مصنعه، حاجه مصنوعه. mutual يعني متبادل أو مشترك. partnership يعني شراكة. procedure دي الخطوات أو الإجراءات اللي أنت بتعملها عشان تنفذ تجربة علمية معينة مثلا، يبقى دي كده البروسيدور اللي أنت ماشي عليها، هي دي الإجراءات اللي أنت ماشي عليها عشان تنفذ حاجة في النهاية. rural حاجة ريفية. اللي بعديها solidity ديت معناها تضامن. اللي بعديها stability اللي هي الاستقرار، وجت منها كلمة stable يعني مستقر أو ثابت. اللي بعديها textile نسيج. unity اللي هي الوحدة. convoys اللي هي القوافل. الكلمات اللي بعديها في عندي advanced يعني متقدم. advantageous يعني مفيد أو ملائم. agricultural زراعي. ambitious طموح. attend يحضر، جت منها attendance الحضور. attention اهتمام. attract يجذب، وattraction ده الجذب ذات نفسه. benefit فائدة، وجمعها benefits فوائد بالاس كده. boost يعني يعزز أو يرفع يحسن من حاجة، زي كلمة enhance يعني يعزز أو يحسن حاجة. bridge كوبري. capacity اللي هي القدرة أو السعة التخزينية بتاعت حاجة معينة اسمها capacity. collaboration تعاون. compact يكافح أو مكافحة. اللي بعدها comprehensive شامل. conference مؤتمر. continent قارة. decade ده العقد، والعقد دوت اللي هو 10 years 10 سنوات. delegate ممثل أو مفوض، اللي بيمثل بلد معينة أو بيفوض نفسه إن هو يروح يتكلم باسم حد تاني. development اللي هو التطوير أو النمو. economic اقتصادي. اللي بعديها empower يعني تمكن من حاجة. ensure يعني يضمن. enterprise مؤسسة أو مشروع. establishing تأسيس أو إنشاء، وجت منها كلمة establish يعني يؤسس، ده الفيرب بتاعها تمام، و establishment ده التأسيس كذلك. اللي بعديها initiative معناها مبادرة. invest يستثمر، وجت منها investment اللي هو الاستثمار ذات نفسه. irrigation ده الري بتاع الأراضي الزراعية. ties روابط. location موقع.
machinery يعني حاجة مميكنة. اللي بعدها material يعني اللي هي المادة الخام. medical طبي. middle east اللي هو الشرق الأوسط. moderator مشرف أو مدير أو منسق. moderator كلمة مهمة جدا. اللي بعدها north eastern اللي هو شمال شرقي. occupy يعني يشغل أو يحتل. وطبعا جت من هنا occupation اللي هو الاحتلال أو الانشغال بحاجة. اللي بعدها participate يعني يشارك. political سياسي. position موقع أو الوضع بتاعك. البوزيشن بتاعك الوضع الاجتماعي بتاعك ده البوزيشن. product منتج. وجت منها كلمة produce ينتج يعني أشيل حرف السي ده تحط إيه produce ينتج الشيء. production ده الإنتاج ذات نفسه. profit اللي هو العائد المادي أو الفايدة كلمة مهمة. promote يعزز حاجة أو يدعم حاجة. raw معناها حاجة خام غير معالجة زي البترول مثلا. البترول الخام اللي قبل ما يتم معالجته بيكون فيه مشتقات كتير جدا أبدأ أدخله على المصانع يبدأ يخرج المشتقات ديت من البترول. فإذا البترول الأساسي دوت كده ده raw material مادة خام. اللي بعدها renewable متجددة. entire يعني شامل أو تام. event ده الحدث أو المناسبة. experience تجربة أو خبرة. export يصدر حاجة والعكس بتاعها import يعني يستورد الشيء ده. اللي بعدها flourish يزدهر. goods بضائع. grass نمو. heavily بشدة أو بقوة. health care رعاية صحية. import قلنا معناها يستورد. impressive يعني مثير للإعجاب. in return يعني بدوره أو هكذا. resource ده المصدر. rule دور. scholarship CH بتنطق K. scholarship دي المنحة الدراسية. serve يقدم أو يخدم جت منها server خادم. shape يشكل أو شكل. solution حل. specialized يعني متخصص في شيء. strategic معناها استراتيجي. strengthen يعني أول حاجة يعزز حاجة يدعم حاجة. صحارا اللي هي جنوب الصحراء الكبرى. summit معناها قمة أو مؤتمر وsummit ديت مهمة قوي. اللي بعدها sustainable حاجة مستدامة ماشية معايا على طول. training يعني تدريب. telecommunication اللي هي اتصالات سلكية ولا سلكية. tie قلنا رابطة أو اللي هي الجرافطة بتاعتنا. unique معناها فريد أو متميز مفيش غيره هي حاجة واحدة. vaccines اللي هي اللقاحات. الفاكسين اللي احنا بناخده زي اللقاحات فيروس بي وفيروس سي دي كلها اسمها فاكسين. vision يعني رؤية. اللي بعدها vital يعني حيوي أو ضروري. حتى بنيجي نقول لك كده في حاجة اسمها vital signs اللي هي العلامات الحيوية اللي هو الضغط مثلا الضغط وكمان ودرجة الحرارة وضربات القلب ونسبة التنفس بتاعتك دي اسمها vital signs. اللي بعديها address يتعامل مع يوجه رسالة. adopt يتبنى بحرف الأو. adoption التبني. clear حاجة واضحة. climate resilient يعني قادر على التكيف على المناخ الصعب. community driven اللي هو مدعوم من المجتمع. condition ده الحالة أو الشرط. cross border عبر الحدود. current حالي. currently حاليا. custom جمرك أو عادة أو تقليد ده التقليد بتاعنا. deliver يقدم حاجة أو يسلم حاجة. drought tolerant يعني متحمل للجفاف. اللي بعدها ملاريا ده مرض الملاريا. economist عالم الاقتصاد. exchange يبدل حاجة. field trial اللي هي تجربة ميدانية. اللي بعدها maize اللي هو نبات الذرة. potential طاقة أو قدرة. priority دي الأولوية أو الأهمية. provide يزود حد بحاجة جت منها provider اللي هو الشخص اللي بيزود. productive يعني حاجة جميلة بيتم إنتاجها بشكل كتير مثمر منتج. اللي بعدها recommendation توصية أو نصيحة. region الأو نعمل لها دروب. region دي المنطقة أو الإقليم. regional يعني إقليمي. relationship علاقة أو صلة. researcher ده الباحث. scale up يوسع يرفع المستوى. scale مقياس أو حجم أو مدى. اللي بعدها techniques اللي هي تقنيات أو الأساليب.
remarkable مثير للإعجاب أو رائع. small scale على نطاق محدود. solar powered يعني يعمل بالطاقة الشمسية. اللي بعديها specifically يعني خصوصا أو بالتحديد. طبعا كلمات كتير جدا جدا فوق ما تتخيل، ولكن يهمني إنك أنت تكون حافظ الكي فوكاب ديت لأن هي دي أهم حاجة. تعال نشوف كده مع بعض الأسئلة بتاعتنا. قبليها آخر جزء كلمات financially يعني حاجة خاصة بالفلوس ماليا. اللي بعدها hepatitis ده التهاب كبدي. اللي بعدها introduction مقدمة. involve يشمل أو يتضمن. issue قضية. joint مشترك. lasting دائم أو مستمر. life changing مغير للحياة. stand out يعني يبرز يتميز متميز في حاجة. strengthen يقوي. suitable for ملائم ليه. technical حاجة technical يعني حاجة تقنية أو فنية، حاجة خاصة بالناس التكنيشن اللي هو بيخش يصلح الحاجة. اللي بعدها use ضخم. variety متنوع. various متنوع أو مختلف. year round اللي هي طوال العام أو دائم أو مستمر. هنحل على الكي فوكاب. أول سؤال بيقول لنا doctors follow strict نقط before operation. الدكاترة بتتبع إيه كده strict يعني حازم. عايز أقول لك الدكاترة بتتبع قواعد حازمة قبل العمليات الجراحية، يبقى strict procedures letter B. اللي بعديها Egypt and most African countries مصر ومعظم اللي هي دول أفريقيا have a strong knot in different fields in between. يبقى في ما بينهم تعاون دايما في المجالات المختلفة، يبقى في ما بيننا partnership، يبقى a strong partnership في تعاون ما بيننا، في شراكة ما بين مصر ودول أفريقيا. اللي بعديها حسين's job الوظيفة بتاعت الواد حسين is not and gives him a steady income. الوظيفة بتاعت حسين ديت ايه؟ بتديله steady income، يبقى اكيد هي stable وظيفة مستقرة. باجي اقول كده حسين the job is stable and gives him a steady income. steady income دخل ثابت معاه. اللي بعديها in not areas farmers grow wheat, rice and vegetables. يبقى انا بتكلم على اللي هي rural areas مناطق القروية او اللي هي بتاعت الفلاحين. كريم and آية have not respect for each other. كريم وآية في احترام متبادل ما بينهم هما الاثنين، يبقى mutual respect. My factory produces high quality نقط for clothes. عايز أقول لك إن المصنع بتاعي بينتج high quality textile منسوجات عالية الجودة للملابس. اللي بعديها Our company will not its business to Africa next year. عايز يقول لك كده إن الشركة بتاعتنا هتوسع من نفسها وهتفتح في أفريقيا السنة الجاية، يبقى our company will expand هيتم التوسيع في الشركة بتاعتنا وفي البيزنس الخاص بينا. The airport is the main نقط to the capital city. عايز يقول لك إن الايربورت المطار هي دي البوابة للكابيتال سيتي للعاصمة، فيبقى دي الجيت واي. اللي بعديها The charity collected نقط to build a new hospital. الجمعية الخيرية جمعت تبرعات علشان يبنوا المستشفى، يبقى جمعوا ايه؟ funding. اللي بعديها The company plans to not their production next year. عايز يقول لك إن الشركة plans بتخطط إن هي تعمل إيه للبرودكشن، الإنتاج بتاعها السنة الجاية أكيد هتعمل دبل، هتضاعف إنتاجها السنة الجاية. اللي بعديها The current plan aims at better نقط of technology in school. The current plan الخطة الحالية aims بتهدف ليه better integration يعني تكامل، الحاجتين يكونوا مع بعض يعني of technology in school يعني يبقى التكنولوجيا متكاملة في المدرسة والدراسة. اللي بعديها The leaders met to improve نقط between their countries. عايز أقول لك إن القادة اتقابلوا عشان يحسنوا من إيه للcountries بتاعتهم، يبقى improve cooperation تعاون between their countries. اللي بعديها The main نقط of this project is the lack of funding. The main limitation procedure potential variety. عايز أقول لك lack يعني نقص. funding اللي هو التمويل، تمويل الفلوس يعني. يبقى المشروع دوت متوسع ولا محدود؟ محدود.
بسبب إيه؟ إن في نقص في التمويل، ما فيش فلوس يعني. فيبقى the main limitation الحدود بتاعة المشروع ديّة صغيرة تم تحديده، ما هواش متوسع بسبب إن إحنا ما عندناش فلوس. اللي بعديها the monorail is part of Egypt's modern infrastructure. المونوريل دوّة يعتبر من إيه؟ من حاجات البنية التحتية اللي اتعملت في البلد، يبقى دوّة من ضمن الinfrastructure. ده جزء الimportant vocab، ده هيبقى الhomework بتاعنا، تمام؟ تعالوا نشوف كده مع بعض. البارت التاني اللي هو آخر 2 lessons في الكلمات. ده كلمات أقل بكتير من بتوع أول 2 lessons. أول كلمة عندنا كلمة اسمها annual، يعني حاجة دورية أو سنوية. capacity سعة خدناها فوق. collaborate يتعاون. collaboration التعاون، كلمات سهلة وخدناها فوق. enhance يحسن وقلناها فوق. milestone نقطة فارقة في حياة الشخص. targeted يعني مستهدف، ده الهدف بتاعي. yield ده المحصول أو الإنتاج أو العائد اللي أنا باخده من الزراعة. اللي بعديها agriculture الزراعة. artistic يعني فني. beyond يعني فوق أو أبعد. burglar اللي هو حرامية البيوت. cite يعني يستشهد أو يشير إلى cite ده اللي هي المصادر. يعني أنا لما باجي أحط المصدر دوت أنا كده وبحطه فوق كده على هيئة رقم 1، يعني أكتب الجملة بتاعتي بعد كده جنب الجملة كده أقوم حاطط رقم 1. رقم 1 دوت بيشير تحت خالص للمصدر، هتلاقي تحت خالص في آخر الصفحة مثلا بيقول لك 1 ده المصدر الفلاني، يبقى ده معناه إن أنا جبت الجملة ديت من المصدر ده، صح كده؟ طب أنا عشان أعرف الشخص اللي بيقرأ البحث بتاعي إن الجملة ديت جت من المصدر ده، فبقوم حاطط كده جنبيها رقم المصدر وأحط تحت كده رقم المصدر، بحيث إن هو يعرف إن ده رقم 1 أهو بيشير للمصدر رقم 1 دوت، فالإشارة ديت اسمها set، وجت منها كلمة citation. اللي بعديها companionship اللي هي الصحبة أو الرفقة. crop محصول. dam سد. deepen يعني اللي هي حاجة عميقة يعمق. deliver يوصل. enjoyable ممتع. establish يؤسس وخدناها فوق. expert خبير. expertise يعني خبرة أو دراية. feature اللي هو الميزة أو السمة. festival مهرجان. introduce يقدم، جت منها introduction. فصل حفرية. foster معناها يعزز أو يشجع. frequently يعني بشكل متكرر أو باستمرار. fuel ده البنزين أو الوقود. impact يؤثر وبيجي معاها on. impact on. infer يعني يستدل أو يستنتج. اللي بعديها launch يعني يطلق أو يبدأ حاجة، يبدأ مشروع، يبدأ مثلا حملة دعاية، يطلق صاروخ في الفضاء، دي كلها اسمها launch. medical حاجة طبية. mission ديت المهمة. neighboring ده اللي هي الجيرة أو المجاورة. outdoor حاجة بره خارجية، حاجة مش مغطاة يعني. panel لوح أو خلية. picnic عيادة. politics سياسة. progress تقدم. اللي بعدها protection حماية. region منطقة. reliance اعتماد. restate يعيد صياغة الشيء، يعيد التعبير. result ينتج. اللي بعديها season فصل من فصول السنة. solar حاجة شمسية. staff طاقم موظفين. statement تصريح أو عبارة، تصريح دي مهمة قوي. اللي بعديها سودانيز شخص سوداني الجنسية. summarize يلخص. supply يعني يمد حاجة أو يزود حد بحاجة. تكنيك اللي هو الأسلوب. transform يعني يحول أو يغير الشيء. الأسئلة نفس الكلام، هنحل على جزء الكي فوكاب. أول سؤال عندنا في الكي فوكاب بيقول لك مريم announced here not to speak at the conference. مريم أعلنت إن هي هتشارك في كلمة المؤتمر، فهتشارك في كلمة المؤتمر يبقى engagement يعني هي هتساهم أو هتشارك في الحاجة دي. اللي بعديها reading daily news قراءة الأخبار اليومية will not your vocab أكيد ده هيحسن من كلماتك. enhance your vocab. The farm المزرعة had a good wheat not this year أكيد فيها محصول من القمح جميل كتير يبقى أكيد yield. The new stadium الاستاد الجديد has a seating يعني مقاعد not of 50,000 يبقى فيها سعة تشيل 50,000 capacity of 50,000. The school holds our annual sports day every dawn. عايز أقول لك إن المدرسة
بتقيم يوم رياضة سنوي كل شهر 6، يبقى ديت annual sports day. The students will not on a science project. عايز يقولك إن الطلبة will not on a science project هتبقى collaborate، هيتعاونوا في مشروع العلوم دوت. The two companies الشركتين دول are working in collaboration on this project، شغالين في تعاون. يبقى هنا كده will جه وراها verb، in جه وراها noun. اللي بعديها winning the prize الفوز بالجائزة was a major note in my career، ده كان نقطة تحول في حياتي المهنية، يبقى ديت كانت milestone، major milestone آخر اختيار. اللي بعديها دوت ده الامبورتنت فوكاب، ده اللي هيكون الهوم ورك بتاعنا وبقيه الاسئله. طبعا احنا كده خلصنا على الجرامر والكلمات والحل بالافكار اللي بتيجي فيهم. ان شاء الله كده القاك على خير المحاضره الجايه اللي هنشرح فيها يونت 2 كذلك بالكامل. هنشرح برضو جزء الجرامر ونحل عليه نشوف افكاره، وبعد كده جزء الفوكاب ونقراها ونطلع منها بعض الكلمات المهمه ونبدا نحل عليها الافكار بتاعه الكلمات. ان شاء الله القاك على خير المره الجايه تكون ذاكرت، ويا ريت بلاش تراكم حاجه عليك عشان المراكمه بتزود صعوبه الشيء. الحاجات سهله الحمد لله، فمش مستاهل ان احنا نصعبها علينا. القاك على خير باذن الله، والسلام عليكم.